في ناس كتير بتسالني انت لابس سلسله ذهب ليه؟ الحقيقه دي سلسله امي الله يرحمها. الناس عماله تبعت لي رسائل وتقول لي سلاسل الذهب حرام. انا معاك ان هي حرام، بس هي من ساعه ما ماتت وانا لبست السلسله دي وخدت عهد على نفسي ان انا مش هقلعها. ربك برضه رب قلوب وعارف ان انا مش لابس السلسله دي عشان اتعايق بيها قدام حد. انا لابس السلسله دي عشان اكتر حاجه بتطمني. اولا الله يرحم والدتك ويصبر قلبك يا رب. ثانيا اسمح لي اقول لك ان غلطان في تفكيرك وبتعمل حاجه حرام. النبي شاف راجل لابس خاتم ذهب في ايديه، فالنبي صلى الله عليه وسلم نزع الخاتم من ايده ورماه على الارض وقال: ايعمد احدكم الى جمره من نار فيضعها في يده؟ انت دلوقتي محاوط رقبتك بجمره من نار بالسلسله الذهب اللي انت لابسها دي. السلسله دي مش نافعاك باي شيء. الشيطان بيحاول يهيئ لك ان السلسله دي بتدعمك نفسيا يعني، وان هي طريقه في اتصال مع والدتك عشان بس يخليك متلبس بالذنب وكبيره من الكبائر. يعني ده باختصار من تزيين عمل الشيطان ليك. السلسله دي مش بتنفع والدتك الله يرحمها باي شيء، بالعكس دي بتضرها، لان والدتك في حاجه لدعواتك بالرحمه، ودعواتك لوالدتك مستجابه في حاله ان انت تبقى صالح. الشيطان دلوقتي نجح ان هو يخرجك من دايره الصلاح عشان ما يبقاش ليك دعوات مستجابه لوالدتك. لو بتحب بجد والدتك وبتتمنى ليها الرحمه، اقلع السلسله دي دلوقتي، احتفظ بيها عندك في درج او في خزانه، لكن اوعى انك تلبسها. ولو بعتها وتصدقت بثمنها باسم والدتك هيكون افضل وافضل. تقدر تدعي لوالدتك، تقدر تحج عنها وتعتمر عنها وتتصدق باسمها، تقرأ القرآن وتهب لها ثواب القرآن ويصل لها على رأي جماهير أهل العلم، وإن كان المسألة فيها خلاف. 1000 حل وحل تقدر تحس فيه باتصال مع والدتك غير إنك تلبس السلسلة دي. الله يرحم والدتك ويصبر قلبك ويهدينا وإياك، واسمع إنك خلعت السلسلة دي بإذن الله، ويا رب الفيديو يوصلك.